السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متتبعين، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو بالصحة والراحة وطول العمر باش ما تمنيتو إن شاء الله يا ربي. اليوم جيت نحضر معكم هاد التشيز كيك اللي كتجي غزالة غزالة كتحمق. نتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله، وندوزو للطريقة على بركة الله. هنايا عندي ربعة ديال البسكوي اللي مطحون كيف ما شفتوا معايا، يعني 250 غرام أي بسكوي متواجد عندكم. هنايا عندي 70 غرام ديال الزبده، يعني ذوبتها حتى ولات نوازيط، يعني حيد منها داك الماء. وهنا عندي قياس 3 المعالق ديال الحليب، معالق كبار. صافي كيف ما شفتوا معايا غنحاول نمزجهم مزيان، يعني نحاول نرملها، يعني نبسبسها بداك الزبده وداك الحليب. صدقوني راها كتجي غزاله غزاله، يعني داك الحليب هو اللي كيخليها تبقى شاده ملي كتقطعيها، راه ما كتفرتت لك ما حتى شي حاجه، يعني كتبقى ديك الطبقه ديال البسكوي كتبقى متماسكه. صافي انا جبت هاد السيركل على شكل قلب، وغنضيف فيه يعني هاد البسكوي هذا كيف ما كتشوفوا معايا نتوما. اي سيركل متواجد عندكم داير مربع كيبقى لكم الاختيار. صافي كيف ما شفتوا معايا، يعني كنحاول نوزعها في الوسط ديال السيركل، يعني في هذا الاطار. كنحاول يعني نضغط عليها مزيان مزيان بالمعلقه. صدقوني هاد التشيز كيك راه جات غزاله غزاله، يعني راه في البلاصه تكالت ما بقاتش نهائيا. كنتمنى حتى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، علاش لا. صافي كيف ما شفتوا معايا انا كنضغط بالمعلقه، يعني نحاولوا نثبتوها مزيان مزيان باش تبقى يعني متماسكه. صافي هنايا انا غنجيب هاد الكاس وغنبقى نضغط عليها مزيان مزيان، وملي غادي نساليها غندخلها للمجمد او تدخلوها للثلاجه اللي بغيتو، يعني حتى تماسك. صافي هنايا بعد ما ساليتها ودخلتها للثلاجه، هنا غندوزو للكريمه. هنايا عندي 3 المعالق ديال الحليب غبره، يعني بودره. وهنا علبه ديال الجبن من وزن 100 غرام. وهنايا عندي 2 علب ديال الياغورت، يعني بنكهه الفاني، ولا عندكم حتى الطبيعي يمكن لكم تضيفوه. انا كانوا هنا ديروا نتوما 3 العلب، انا كان تيسحب ليا دانون باقي في الثلاجه، لقيت غير 2 وضفت 2، يعني ما كانوش الدراري اللي غادي يهبطوا يتسخروا ليا يجيبوه، فيعني درت غير 2، نتوما ديروا 3 العلب. صافي هنايا كاس ديال الماء غير مملوء، وغنمزجهم مزيان. كما قلت لكم علبه ديال الجبن، يعني من وزن 100 غرام. 3 معالق ديال النيدو، وضيفوا نتوما 3 العلب ديال الياغورت بنكهه الفاني ولا طبيعي. انا ضفت غير 2، يعني كان تيسحب ليا باقي ما لقيتوش. صافي هنا بعد ما جبت هاد الطبقه الاولى من الثلاجه، يعني هاد البسكوي غنخوي عليه هاد الكريمه هادي. صافي وغندخلوها للفران، يعني على عافيه مهيله لمده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، يعني حتى ينشف لينا حتى تنشف الكريمه. ونهبطوها لتحت واحد 5 دقائق بحال ما هكاك، وصافي وكنحيدوها. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا هي نشفات الكريمه، صافي نشفات. هنا غندوزو باش نحضروا الكلاصاج اللي غنخوو من الفوق. بالنسبه للكلاصاج هنايا عندي مركز الفراوله، يعني راه محضره معكم في القناه، غتلقاو في الفيديوهات السابقه. وهنا عندي علبه ديال الفلون، يعني ساشي ديال الفلون، وكاس ديال الماء. يعني الا بغيتو، الا ما كانش عندكم هاد مركز ديال الفراوله يعني ديال الفريز، بلا ما ديروه، يعني ديروا غير الماء والفلو راه كافي. انا غير متواجد عندي ضفته. صافي غنمزجهم مزيان ونحطو فوق البوطه حتى يغلى، ونخوي فوق الخليط ديال يعني فوق، عفوا فوق الكيك ديالنا، فوق الجبن، يعني كطبقه ثالثه. صافي بعد ما خوينا الكلاصاج كيف ما شفتوا معايا، نحاولوا نزولوا دوك الفقاعات اللي تيكونوا في الوسط بواحد السكين، ونخليها يعني حتى تهبط منها الحراره، وندخلها للمجمد يعني تبرد، ونعاود نتلاقى بكم ان شاء الله في طبق التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما وجدات. صراحه الله راها كتبان غزاله، لا في المنظر ديالها ولا المذاق ديالها، كما قلت لكم يعني راه في البلاصه سالات ما بقاتش نهائيا. هنايا انا تحدفت ليا، ماشي تحدفت، كان موقف ليا الفيديو كيسحب ليا كنصور، ولا ما كنتش كنصور في اللقطه اللي كنت نقطع فيها. فكان دوا يعني الشكل ديالها من الداخل، شوفوا كيفاش كتبان، راه كتبان غزاله كما قلت لكم كتحمق. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي فضلا وليس امرا، وما تنسوش لايك الفيديو. الله يجزيكم بخير. كنشكركم كاملين على التعاليق ديالكم الزوينه المحفزه.
صافي كيف ما شفتوا معايا، شوفوا من الداخل ديالها كيفاش كتبان، يعني واخا الصوره واخا هكاك راه ما عاطيهاش حق، يعني كيف ما تشوفوها مباشره راه كتبان غزاله غزاله كتحمق. الصراحه وصلنا لاخر الفيديو، ما سخيتش بكم، تنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.